ازاي تبسط نفسك في بلبيس باقل مجهود؟ يلا بينا. بلبيس واحدة من مدن محافظة الشرقية وتعتبر من أقدم المدن في مصر، وفيها أول مسجد اتبنى في مصر وفي أفريقيا كلها، وكمان موجود فيها مقر للكلية الجوية في مصر ومشهورة جدا بالكبدة الجملي. فأنا النهاردة هاخدكم في جولة ليوم بسيط في مدينة بلبيس. تعرف ايه عن بلبيس يا معاذ؟ بالبس مشهوره بالجمل يا ابني. أول حاجة عملناها رحنا نفطر عند منصور اللي موجود عند الساحة، وده من أشهر المطاعم اللي بتعمل فطار في بلبيس. جبنا بقى فطار خفيف كده، واحد فول بالزبدة وواحد عدس بالزبدة وواحد فلافل وواحد بطاطس وشوية سلطة وشوية بصل أخضر، والفطار ده كله كلفنا 50 جنيه. يا سلام بقى على طبق العدس في الشتا ده ومعاه شوية بصل أخضر يدوك طاقة طول اليوم. ومعاذ كان متكيف على الآخر. الشتا بيحب العدس يا عبد الله. والصراحة الفطار كان جميل واتبسطنا جدا. وبعد الفطار رحنا عند قهوة أبو عيسى، واحدة من أقدم القهوة في بلبيس. حبسنا بكوباية شاي ب7 جنيه وقعدنا نريح شوية. بعد كده اتمشينا في الشارع الجديد وشفنا البيوت القديمة، والشارع كله كان مليان جزارين وكلهم دابحين جملي. ورحنا عند جزيرة الحاج محمد عبد العزيز النجار وسألناهم اشمعنى بلبيس مشهورة بالجملي. بلبيس بتحب اللحم الجملي بزيادة شوية عن العجالي. في بره بيحبوا العجالي ما بيحبوش الجملي، بس هنا عشان احنا من صغرنا متربيين على اللحم الجملي هنا في بلبيس. والضاني وفي المواسم والماعز برضه في المواسم في رمضان. بس اكتر حاجه بتعتمدوا عليها هي اللحم الجملي. اكتر بتذبحوا حاجة جمال اللحم أكتر حاجة. الجملي والكبدة الجملي برضه. وانضف حاجة في بلبيس وحاجة مشهورة بالجملي بره في القاهرة والعاشر مشهورة باللحم الجملي. بينزلوا من بره من مصر من القاهرة والزقازيق والعاشر بياخدوا لحم الجمل من هنا من عندنا. بكام الكيلو اللحم بقى؟ ب 260 بس حاجه صغيره وحاجه نظيفه، والكبده الجمل ب 350. فتعالوا بينا أخدكم جولة في مدينة بلبيس. بعد كده رحنا صلينا العصر في مسجد سادات قريش، وده أول مسجد اتبنى في مصر وفي أفريقيا كلها، واللي بناه عمرو بن العاص سنة 18 هجريا. وما ينفعش تيجي بلبيس وما تجربش الكبدة الجملي من عندهم، الناس بتجيلهم من كل محافظات مصر. رحنا عند سلطان أبو العلا من أقدم وأشهر الناس اللي بتعمل كبدة جملي في بلبيس، وفاتحين من الستينات ما شاء الله. هو المحل هنا فتح من امتى؟ فتح من الستينات. الحاج سعيد بقى بيعلم معاذ ازاي يعمل الكبده الجملي بالظبط. فيلا يا عم معاذ يشتغل بقى. معاذ يا دوب بتشم النار. فتحه قديمه برضه. معاذ يا جماعه يفتح مطعم كبده هينافسهم قريب. الاستاذ الشربيني والله بكلمك جد. الاستاذ الشربيني وقف هنا السنه اللي فاتت يعملها فيديو وتصور والدنيا تمام. طلع يا عم معاذ هتتحرق مننا هتتحرق. جبنا ربعين كبدة جملي، الربع عامل 100 جنيه. والكبدة الجملي ما بتاخدش وقت على النار عشان ما تشدش وتبقى سهلة في الأكل. أنا عن نفسي حبيتها جدا. ايه رايك في الكبده الجملي يا معاذ؟ اسمه احمد المغيني، ماشي بعيد عن ولاد زينهم في مصر عشان دول اخواتي. تمام. السبعه اخواتي، وبعد كده اللي يقف قدامها اخرمه. من اقدم الناس هنا يا جماعه الجزارين هنا. وانا عندي 71 سنه. مش شايفين حد ومش شايفين حد. وبعد الكبدة قلنا نختم يومنا في كونتينر زون موجود على الطريق السريع، وده مجمع مطاعم وكافيهات. القعدة فيه كانت رايقة الصراحة، وعندهم شاشة كبيرة شفنا عليها الماتش. جبت قهوة ب 18 جنيه، ومعاذ جاب ميلك شيك شوكولاتة ب 49 جنيه، وبياخدوا خدمة 12%. وبكده نكون قضينا يوم جميل في بلبيس. ولايك وفولو لو عجبكم الفيديو، وقولوا لنا في الكومنتات حابين الفيديو الجاي يكون فين.